السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. كنتمنى كاملين تكونوا استمتعتوا بالملخص اللي حطيت لكم ديال المباراة اللي جمعت بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي برسم الدور 16 لليورو 2024، والذي تنظمه دولة ألمانيا. المباراة انتهت بهدف الصفر عن طريق خطأ للمدافع يان فيرتونخين اللي سجل في المرمى ديالو في الدقيقة 85. إذا أصدقائي، كما لاحظتم في الفيديو، المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، لكن الهدف الذي سجل عن طريق الخطأ أهل المنتخب الفرنسي إلى دور الربع النهائي ليواجه المنتخب المتأهل من المباراة التي ستجمع بين منتخب البرتغال وسلوفينيا. المباراة التي ستجرى بعد ساعة من الآن على ملعب دوتش بانك بارك. المباراة التي سوف تنقل على قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لهذه البطولة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ماكس، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي وكذلك خليل البلوشي. غدا سوف تكون مباراة أخرى في نفس الدور، دور 16، ستجمع بين منتخب رومانيا وهولندا. المباراة سوف تلعب على الساعة 5 بالتوقيت المغربي والجزائري والتونسي. كذلك مباراة أخرى بعدها ستجمع بين منتخب النمسا ومنتخب تركيا. هذه المباراة سوف تكون آخر مباراة في دور 16. المباراة كذلك سوف تنقل على قنوات بي إن سبورت بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي وحسن العيدروس. ربع النهائي إن شاء الله سوف يبدأ يوم الجمعة 5 يوليوز القادم بأول مباراة ستجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا، المباراة التي ستجرى كذلك على الساعة 5. كذلك مباراة أخرى سوف تجمع كما قلت سابقا منتخب فرنسا والمنتخب الذي سيتأهل من البرتغال وسلوفينيا. كذلك يوم السبت مباراة ربع النهائي ستجمع بين إنجلترا وسويسرا. إذا أصدقائي، المنتخب الفرنسي الذي تأهل كوصيفا لمجموعته ب5 نقاط يحقق اليوم الفوز بعدما حقق 5 نقاط في الدور المجموعات بعد فوزين أو فوز واحد وتعادلين. منتخب النمسا كان هو المتأهل والمتصدر لمجموعته ب6 نقاط. كذلك بالنسبة للمنتخب البلجيكي الذي غادر الدور 16 على يد المنتخب الفرنسي، قد تأهل وصيفا لمجموعته كذلك ب4 نقاط في مجموعة تحصل عليها الأربع المنتخبات في المجموعة على 4 نقاط، ولكن تأهل منها منتخب رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا. إذا أصدقائي، كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك. الناس اللي أول مرة كيشوفوا هذه القناة، كنتمنى منكم أصدقائي ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة، وإن شاء الله نحط لكم كاع الملخصات ديال اليورو. وكذلك كنتمنى تخلوا لنا لايك لهذا الفيديو باش يطلع ويبان بزاف ديال الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.